القولون العصبي واحد من أكتر الأمراض انتشارًا اللي بتلخبط حياة الناس، ناس كتير فاكرين إن هو مجرد مغص أو انتفاخ، لكن هو في الحقيقة اضطراب معقد بيجمع بين الجسد والنفسية وكمان العادات اليومية. في الفيديو ده هنعرف مع بعض كل جوانب القولون العصبي، أسبابه وعلاجه وخطورته وعلاجه الدوائي والغير دوائي. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. اول حاجه تعالوا نعرف ايه هو القولون العصبي. القولون العصبي مش مرض عضوي ليه شكل ثابت في الاشعه او التحاليل، ولكنه اضطراب وظيفي. يعني القولون نفسه بيبقى سليم من الناحيه التشريحيه، لكن حركته واستجابته للاعصاب والهرمونات بتكون غير طبيعيه. تعال اقول لك على اهم الاسباب والعوامل المحفزه. اول حاجه هي التوتر والضغط العصبي، وبعض الاطعمه زي البقوليات والكافيين وكمان الدهون، قلة النوم والتدخين وكمان الكحول، وكمان التغيرات الهرمونية عند بعض السيدات. أول حاجة هي المغص المتكرر، الانتفاخ والغازات، إمساك أو إسهال أو كمان الاتنين مع بعض، الإحساس دايما بعدم الراحة، وكمان أحيانا بيبقى فيه أعراض خارج الجهاز الهضمي زي الصداع وكمان الخمول. القولون العصبي مش مرض قاتل، لكنه مؤثر جدا على جودة الحياة، بيسبب إرهاق مستمر وقلق وكمان اكتئاب. تعالوا بقى نتكلم عن أهم نقطة وهي العلاج. هنبدأ بالعلاج الغير دوائي. هنقلل الدهون والكافيين وكمان البقوليات، هنزود الألياف بشكل تدريجي، وهنشرب مية كفاية يوميا. أهم حاجة النوم المنتظم والرياضة اليومية. تاني حاجة هنتكلم عنها هي العلاج الدوائي. هنتكلم عن الانتيسبازموتكس، مضادات التقلصات، والهدف منها تقليل المغص والانتفاخ الناتج عن تقلصات القولون، زي مادة الميبيفيرين الموجودة في الكولونا والكلوفاتيل وكمان الدوسبيتالين. تاني حاجة هي مادة الهيوسين الموجودة في البسكوبان، ودي بتستخدم عند اللزوم أو بشكل منتظم. عايز أقولك إن مضادات التقلصات بتعتبر خط العلاج الأول لمعظم المرضى. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الأنتي دايرية، مضادات الإسهال، والهدف منها بيكون تقليل عدد مرات الإسهال وكمان بيحسن القوام. أشهرهم مادة اللوبراميد، ودي موجودة في الإيموديوم أقراص، دي بتستخدم عند اللزوم ومش بجرعة ثابتة، فعالة جدا بس مش بتقلل الألم أو الانتفاخ. تالت حاجة هنتكلم عنها هي اللاكزيتيف، الملينات، ودي الهدف منها تحسين حركة الأمعاء. أشهرهم مادة اللاكتيلوز الموجودة في الدوفلاك شراب، وكمان البوليإثيلين جلايكول اللي موجود في الموفيكول أكياس. رابع حاجة هنتكلم عنها هي الأدوية اللي بتعالج الغازات وكمان الانتفاخات. أشهرهم مادة السايمسكون الموجودة في الديسفلاتين، ودي بتقلل الغازات وكمان بتريح من الانتفاخ، لكنها مش بتأثر على حركة القولون. وكمان الأو كربون أقراص، وده بيمتص الغازات وكمان بيقلل الانتفاخ. خامس حاجة نتكلم عنها هي البروبايوتكس، هدفها انها بتعيد التوازن الطبيعي في الجهاز الهضمي، وده بيساعد على تقليل الانتفاخ وكمان تحسين حركة القولون. موجود في اللاكتيليفورت، الأكياس وكمان الأقراص وكمان الانتيروجيرمين أمبول، وده بيكون فعال جدا مع الانتفاخ وكمان الإسهال. سادس حاجة هنتكلم عنها هي الأنتيبيوتكس، المضادات الحيوية. أشهرهم مادة الريفاكسيمين، ودي مش بتمتص بشكل كبير في الدم، مفيد جدا مع الانتفاخ الشديد وكمان الإسهال المتكرر في القولون العصبي. الجرعة بتكون من 10 ل 14 يوم. المضادات الحيوية مش علاج دايم، لكنه بيدي راحة لفترات طويلة بعد انتهاء الكورس. أشهرهم في السوق الجاستروبيوتكس وكمان الترنسيديا أقراص. سابع حاجة هنتكلم عنها هي مضادات الاكتئاب، ودي بنستعملها بجرعات صغيرة جدا. الهدف منها تقليل الألم المزمن وكمان تحسين المزاج، زي مادة الأميتريبتيلين الموجودة في التريبتازول ومادة الفلوكسيتين الموجودة في البروزاك. أول حاجة لو في نزيف مع البراز، فقدان الوزن الغير مبرر، الألم الشديد المفاجئ. ناس كتير بتسأل هو القولون العصبي ليه علاج نهائي؟ الحقيقة إن مفيش دواء بيشيل المرض للأبد، لأنه عبارة عن متلازمة وظيفية مرتبطة بتفاعل الأمعاء مع المخ. الهدف من العلاج هو السيطرة على الأعراض، سواء كان إمساك أو إسهال أو كمان انتفاخ، وده بيتحقق بخطوات تنظيم الأكل وكمان تقليل التوتر. كتير من المرضى مع الالتزام بيعيشوا حياتهم طبيعي جدا كأنهم ما عندهمش قولون عصبي. متسيبش نفسك للأعراض واستشير الدكتور لو الأعراض جديدة أو كمان بتتغير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليه. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.